السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم بخير. أبطال رابعة ابتدائي إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنحل اختبار رياضيات مع بعض إن شاء الله بإذن الله. هيكون الاختبار ده جميل نقدر نتدرب منه على الامتحان بإذن الله. السؤال الأول اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لك العدد الكسر 2 و3/5 عايزين نحوله لصورة كسر غير حقيقي. المقام 5 بينزل زي ما هو. وبعد كده عايزين نجيب البسط، بنضرب ايده في رجله. 2 في 5 ب10 زائد راسه اللي هو 3 يبقى 13/5. بعد كده بيقول لك الزاوية التي قياسها 35 درجة هي زاوية ايه؟ أي حاجة أقل من 90 وأكبر من صفر بتكون زاوية حادة. بعد كده 5/8 أقرب إلى الكسر المرجعي. الكسور المرجعية 0 ونص و1. وبعد كده في 5 هيكون عندك 1 ونص و2 و2 ونص و3 و3 ونص، لأن الكسور المرجعية دي كسور مميزة وسهلة بتسهل علينا الحل. واحد جايب 5/8 في الامتحان تلقائيا هتقول ده ناجح بس قريب من نص الدرجة أوي. نص الدرجة 4 وهو جايب قريب من نص الدرجة، يبقى نص. يبقى الناتج إيه؟ يبقى قريب إلى الكسر المرجعي إيه؟ نص. بعد كده 3 - 1 وخمس. التلاتة دي لازم أحولها في الطرح إلى عدد كسري زي ده. هناخد منها 1 بقت 2. الواحد هيبقى عبارة عن بسط ومقام نفس الرقم، لأن أي عدد نقسمه على نفسه يدينا 1 ما عدا الصفر. هنخليه 5/5. طب اشمعنى؟ لأن الخمسة هنا عند المقام، فأنا عايز المقام يبقى 5. بص على البسط، 5 - 1 يقبل، يقبل، خلاص يطرح بقى الصحيح ناقص الصحيح. 2 - 1 1. 5 - 1 اللي هو البسط 4 والمقام ثابت، يبقى 1 و4 على ايه؟ 5. بعد كده بيقول لك 4/5 بيساوي نقط على 10. كويس ايه؟ جدا. الخمسة بقت 10 لأن هما المقام والمقام اللي موجود، يبقى زادت، ولما تزيد هنضرب. 5 في كام يدينا 10؟ 5 في 2. زي ما ضربنا تحت نضرب فوق. 4 في 2 ب8. عايز تتأكد ان انت صح؟ اضرب 5 في 8 هتدينا 40، و4 في 10 ب40، يبقى انت حلك صح. بعد كده 5/10 و5 من 100. واحد في الامتحان جايب 5/10 جايب نص الدرجة، انما ده جايب 5 من 100. ده مش جايب اي حاجة خالص، يبقى ال5/10 اكبر. في طريقة تانية احنا ممكن نجيبها عن طريق الكسور المرجعية. 5 من 10 او على 10 نحولها ل5 من 10. العلامة العشرية على يمينها جزء من 10، انما هنا جزء من 10 وجزء من 100. زود صفر. امسك بقى عندك العدد الصحيح ده صفر وده صفر قد بعض. جزء من 10 صفر وجزء من 10 5، يبقى الخمسة أكبر والعلامة تفتح بقى ناحية الكبير. بعد كده بيقول لك رأس الزاوية في الشكل اللي قدامك. الزاوية الحادة اللي قدامك دي فين رأس الزاوية؟ الرأس اللي هو السن اللي بيشوك عندي، أو الحرف اللي بيبقى موجود في النص. ار اس تي أو تي اي اس ار أو اس، دي اسم الايه الزاوية، إنما الراس هي الايه؟ الاس. بعد كده بيقول لك الشكل الرباعي الذي به زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية. زوج واحد يعني ده اهو. شبه المنحرف في زوج واحد، يعني الضلعين دول بنقول عليهم زوج. يبقى شبه المنحرف على طول هو اللي زوج، في زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية. بعد كده هنجمع. ده جمع، اجمع الصحيح مع الصحيح. 5 و2 7. واجمع البسط والبسط. 5 و1 6. والمقام هو ثابت يبقى 6. طب انا ما عنديش 7 و6/6، بس عندي 6/6. لا ماليش علاقة طبعا. دي 7 و6/6. 6/6 دي فيها الواحد. الواحد نجمعه مع ال7 يدينا على طول 8. بعد كده بيقول لك نوع الزاوية في الشكل اللي قدامك زاوية ايه؟ الزاوية دي بتبص بعيد عن بعض، الضلعين او الشعاعين دول مخاصمين بعض، يبقى زاوية منفرجة على طول. بعد كده بيقول لك الكسر العشري اللي بيعبر عن الجزء المظلل اللي قدامك. والله الجزء المظلل ادي 1 2 3 4 5 6 7. كلهم كام؟ 10، يبقى 7 من 10. بعد كده بيقول لك المثلث الذي أطوال أضلاعه 5 و4 و5. في عندك ضلعين زي بعض. ضلعين يبقى متساوي الساقين. لو كلهم قد بعض يبقى متساوي الأضلاع. لو التلاتة مختلفين يبقى مختلف الأضلاع. وده نوع المثلث من حيث أطوال أضلاعه. بعد كده بيقول لك المستطيل به 4 زوايا. المستطيل أهو ب4 زوايا قائمة. كلها زوايا قايمة. والمربع برضو فيه 4 زوايا ايه؟ قايمة. بعد كده بقول لك الرقم الذي يمثل جزءا من 10 في العدد. الأجزاء دايما بتبقى على اليمين. فين الجزء من 10؟ التلاتة ولا التسعة؟ اللي لازق دايما في العلامة اللي هو رقم 1، لأن ال10 قدامها صفر. يبقى التلاتة هي الجزء من 10، إنما التسعة دي جزء من 100. طبعا الاتنين دي ايه؟ بتبقى أحاد. بعد كده السؤال التاني بيقول لك أكمل مكان النقاط.
نقط جميع أضلاعه متساوية في الطول. عندنا حاجتين متساويين في الطول أضلاعهم، اللي هو المربع والإيه والمعين. طيب بيقول لك وجميع زواياه قائمة، يبقى كده المربع، لأن المعين زواياه مش قائمة، في زاويتين حدتين وزاويتين منفرجتين. بعد كده بيقول لك 2 أحاد وتسع أجزاء من 100، تكتب بالصيغة القياسية. كلمة قياسية يعني هنكتب بالأرقام. 2 أحاد أهو، العلامة 9 أجزاء من 100 يعني 9 من 100، لازم أحط صفر. 2 و9 من 100. بعد كده بيقول لك نقط ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. في حاجة ملهاش لا بداية ولا نهاية، اللي هو مين؟ الخط المستقيم ليس له بداية وليس له نهاية. بعد كده الكسر الاعتيادي 7/12 أقرب إلى الكسر المرجعي. كسور مرجعية قلنا صفر أو نص أو واحد أو واحد ونص طول ما احنا ماشيين. طب ده جايب 7/12، نص ال12 6، يعني ده قريب من نص الدرجة. ده ولد جايب 7/12، يبقى قريب إلى الكسر المرجعي نص. بعد كده 1/10 زائد 6/100، حلو جدا. لازم المقام يكون زي بعض. طب العشرة دي عايزها تبقى 100، زودها صفر. أكننا ضربناها في 10 عشان 10 في 10 ب100. نفس القصة زي ما تعمل تحت اعمل فوق، زود هنا صفر. أكننا برضو ضربنا الواحد في 10، يبقى 1 في 10 ب10. اجمع البسط مع البسط، 6 زائد 10 يدينا 16. المقام هنا 100 والمقام هنا 100، يبقى نزل 100 منهم، يبقى 16/100. بعد كده 7/2 يسمى كسرا ايه؟ البسط اكبر من المقام، راسه اكبر من رجله، بنقول عليه كسر كذاب، اللي هو كسرا غير حقيقيا، غير حقيقي، لان بسطه اكبر من ايه؟ من مقامه. بعد كده 3 و5/9 ناقص 2 وتسع، ده عدد كسري ناقص عدد كسري. لازم نتأكد ان البسط ينفع اطرح منه البسط التاني، ينفع، يبقى العدد الصحيح ناقص العدد الصحيح. تعالى يا صحيح ننقصك من الصحيح. 3 ناقص 2 يدينا 1. البسط ناقص البسط أو راسه ناقص راسه. 5 ناقص 1 يدينا 4. والتسعة المقام ثابت، ناخد منه 9 واحدة، يبقى 1 و4/9. بعد كده جايب لك سؤال مهم. 20/7 كسر غير حقيقي، كسر كذاب، الراس أكبر من الرجل. عايز أخليه عدد كسري. أول حاجة العدد الكسري اعمل أهو شرطة، نزل ال7 تحت. معاك 20 جنيه رايح تشتري لعب، اللعبة الواحدة ب7، يبقى تشتري كام لعبة؟ اشتري لعبتين، لأن ال20 فيها 7 أهو. طب وهيتبقى معاك كام فلوس؟ اللعبتين ب14 وأنا كان معايا 20، يبقى هيتبقى 6. عايز أبقى شاطر وأتأكد إن أنا صح. المقام هو 7، اضرب إيده في رجله، 2 في 7 ب14 زائد راسه 6، يبقى 20. يبقى 20/7. السؤال الثالث او المجموعة الثالثة في الامتحان. ارسم زاوية قياسها 40 ثم اذكر نوعها. ارسم زاوية قياسها 40 درجة. طبعا الزوايا بنرسمها بالمنقلة، بنقيس بالمنقلة، بس اول حاجة لازم ارسم بالمسطرة. عندي اهو شعاع، واجيب مركز المنقلة اللي هو الخرم اللي عندي بتاع المنقلة، اثبته على النقطة، وفي نفس ذات الوقت لازم الصفر يكون على الخط. مركز المنقلة على النقطة والصفر على الخط. وعايز 40 صفر 10 20 30 40. ال40 اهي، الخط بتاع ال40 اهو اعمل نقطة وروح وصل كده يا بطل اهو النقطة دي بالنقطة. يبقى انا عندي 40 درجة. نوعها حاد، حتى انا كنت ناسي وكاتب نوعها حاد. يبقى عندي اهوت كده قدرنا نرسم. السؤال التاني بيقول لك شرب إبراهيم 1.3/8 لتر من الماء، وشرب زياد 1.5/8. كم لترا من الماء شربه إبراهيم وزياد معا؟ الاتنين مع بعض يبقى هنجمع 1.5/8 زائد 1.3/8. اجمع الصحيح مع الصحيح، 1 و1 2. واجمع البسط من البسط، 5 و3 8. طبعا المقام 8 ثابتين. ايه ده دي 8/8. ما احنا قلنا اي كسر يبقى بسطه زي مقامه يدينا 1، يبقى ده ب1 هنجمعه على الاتنين على طول. 2 زائد 1 يساوي 3. اوعى تقول هنحط الواحد جنب الاتنين يبقى 21، لا. 8/8 فيها الواحد مع الاتنين يدينا 3، يبقى هما شربوا 3 لترات. بعد كده اشترت أميرة 3.2/5 متر من القماش، واشترت رودينا 2.5 متر من القماش. ما الفرق بين اللي اشتريته أميرة واشتريته رودينا؟ عندنا رودينا بنتي فعلا بتحب القماش جدا، فاشترت القماش هي وأميرة. الفرق بينهم ايه؟ يبقى هطرح
لازم الكبير يجي هنا الاول اللي هو 3 و2 على 5 ناقص 2 و1 على 5. البسط ناقص البسط يقبل 2 ناقص 1 ينفع، يبقى نطرح الصحيح ناقص الصحيح. 3 ناقص 2 1. البسط ناقص البسط 2 ناقص 1 1. 5 مقام و5 مقام ناخد منها 5 يبقى 1 وخمس. يبقى الفرق بين اللي اشتروه مع بيساوي 1 وخمس متر من القماش. اخر مسألة عندي بيقول لك شارب مروان 6 من 10 لتر من العصير، وشرب مؤمن اخوه 4 على 10 لتر من العصير، من الذي شرب اكثر؟ 6 من 10 و4 على 10. اتفقنا قلنا هنحول دي، هنخلي ده 4 من 10 زي التانية 6 من 10. والله ده عنده عدد صحيح واحد اللي هو الصفر، وده عدد صحيح اللي هو الصفر. ده عنده جزء من 10 وده عنده جزء من 10. خلاص نمسك نشوف مين الأكبر. نمسك من عند العدد الصحيح الأحاد، ده صفر وده صفر، ده 4 وده 6، الستة الأكبر. يبقى اللي شرب أكتر اللي هو شرب الستة من 10 اللي هو مين؟ مروان. يبقى الذي شرب أكثر هو مروان. وبكده يا جماعة نكون حلينا امتحان اهو سنة رابعة. يا رب أكون قدرت أفيدكم، ولو في أي خطأ أو حاجة سامحوني عليه معذرة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا ريت تشوفوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة عشان تقدروا تستفادوا. كنت معاكم مستر محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.